السلام عليكم بنياتي وليداتي خياتي، كي راكم دايرين؟ كي راكم الزينات؟ كي راكم الشبان؟ راكم بخير؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم هانيين ولاباس. انا الحمد لله في نعمه. نبدا الفيديو بالصلاه والسلام على الحبيب المصطفى، ودائما مع الساهل ودائما مع الجديد، مع الوصفات الناجحه اللي ما تغبناش في الكوزينه، مع العجين السيلياكي اللي هو تحدي لينا، لكن احنا تحديناه وغلبناه ورانا نديروا وصفات اكثر من رائعه. بسم الله نبداو للكوزينه. نروحو نبدو في وصفتنا. شوف شعلت النار، درت المقله فوق النار ودرت الزيت بكميه مليحه. غادي نطيب الحشو. هنايا حبه بصل متوسطه، رابيتها وراني نقلي فيها. وصفه سهله والحشو اختياري، كل واحد يدير الحشو اللي عنده واللي متاح له ولا اللي يبغي. هنايا زدت كميه تاع الملح، دائما نقلو البصل بالملح. نبدا نقلي فيه، نقليه حتى يطيب. نزيد هنايا نص صدر تاع دجاج، قطعته الى قطع صغيره للتيدي، ونبدا نقلي فيه. كذلك هو حتى من يطيب الدجاج نزيد هنايا زوج ربطات سلق، غسلتهم مليح 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 بالماء والخل ونشفتهم وقطعتهم رقيق. نقصي عليه الغاز وغطيه وخليه يطيب. الحشو راه يطيب، نروحوا للوصفه. اهم شيء هنايا في ذا الفيديو هي الوصفه. وصفه سهله ناجحه مليار في المية، والذوق تاعها وما تصبحش وما تيبش حتى الغدوه. درت هنا بياض بيض، نص كاس حليب دافي. دائما نخدمه بالحليب يكون بحراره الغرفه ولا يكون شويه دافي، هكا بهذه الوصفه تنجح معاكم. نزيد هنا ربع كاس زيت. الزيت هو اللي يخليها طريه ويعطيها واحد الهشاشه، ويعطيها كي القرمشه. دائما الزيت كي نقولوا حنا يطري ويخلي العجين يطول باه ينشف. زدت هنايا الملح، السكر، الخميره. والخميره غير على راس المغرف، ما تكثروش الخميره على خاطر احنا ماناش باغينها تختمر. احنا الخميره نديروها غير تعطي طراوه للعجينه. حليت المكونات كما قلت لكم: بياض بيضه، نص كاس حليب، ربع كاس زيت، على راس المغرف خميره تاع الخبز، ملح، ومغرف سكر. ونبدا ندير في النواشف. هنايا ندير الفارينه، ندخل يدي ونبدا خصني هنا ندير عجينه. نبدا ندخل في الفارينه في هذاك الخليط حتى نتحصل على عجينه طريه ولكن متماسكه كما راكم تشوفوا. غير بشويه بناتي وليداتي، غير بشويه وتبداو تخدموها وتتعلموا وتولوا تخرجوا كما قال لك ألذ الاطباق من ايديكم. شوفوا هنايا تحصلت على هذه العجينه. شوفوا ما تتلاصق ما والو. كي تكمليها ما تغبنكش، وانت بغيتي تخدميها بلا بلاستيك تخدميها بلا بلاستيك، لكن من الافضل ديري بلاستيك هكا باه تجي تسهلي على روحك الامور. شوفوا القوام تاعها متماسكه وفي نفس الوقت طريه. الحشو تاعي شوفوا نشف كما راكم تشوفوا، ما كاش كثره ما فيه. هنا انا ما عندي لا فرماج لا والو، عندي غير السلق والدجاج. درت هنا صوص بيشاميل. هذا الصوص البيشاميل تزيدها في البنه وتزيدها في الطراوه. درت الكميه ما كثرتش. والصوص بيشاميل خدم نص مغرف مارغرين سول، زدت عليها مغرف قريب مغرف فرينة، خلطتهم مليح وبزت كاس حليب، الملح والفلفل حتى تحصلت على القوام اللي يكون شويه خفيف ماشي ثقيله 100%. درت الطاجين يحمى فوق النار وبديت نحل في العجينه. انا استعملت بلاستيك، نبغي نخدم بلاستيك ما نتعذبش. وحليتها حليها ما تحليهاش رقيقه بزاف. شوفي 3 ملم 4 ملم، خليها شويه مرفوده هكا ما تقطعش معاك. حليها مليح كما راكم تشوفوا. سهله، وصفه سهله. العجينه ناجحه 100%. هذا العجينه دسيها، وصفه هذه العجينه دسيها في عينك رمضان. شوفي تسلكك كما راكم تشوفوا، ماهيش حاجه صعيبه. ونعمرها هنا. شو قالت لي كثري البطاطا؟ شوفي تاكل بطاطا الليل مع النهار وما تشبعش. كثرت البطاطا وزت لي كبرتها، جاني الحشو كبيره العجينه. سقمتها معليش، درت فتيته زيت في الطاجين وحطيتها طيب. خبزتها شويه كيما خبزيها، ما تخافيش خبزيها شويه بصح ما تركيش عليها بزاف باه ما تنحلش معاك العجينه. وشوفوا العجينه من بعد كي نشفت كي ولت ما شاء الله سهله في الخدمه تاعها. ونبدا نحل كذلك في الثانيه والاولى راهي طيب. اللي دهنا وليد الهيه حتى نكملوا الوصفه تاعنا. شوفوا
مشوا البلاستيكه كيما كابين تخرمج، سقموها بالبلاستيكه ما تخافوش منها، وخدموها هكا لين تحلت ولا شدوها كيما راكم تشوفوا نخدموا، ماهيش حاجه واعره، سهله. كي تكون الوصفه تاع العجين مليحه تجيكم الخدمه سهله. نولو ونديرو هنا الحشو قيس قيس، ما نكبرو ما نكثرو بطاطا مقليه. شوفوا الحشو ناشف، يعني كي يكون الحشو ناشف ما يغملكش ما يخرجلكش من العجينه. ودرت شويه بطاطا، ولا ديري الفرامج، لا عندك مسموح لك، عندك حشو اخر ديري كيما حبيتي ديري. المهم الوصفه البازي على العجينه، اعتمدي على العجينه. شوف بالخف تخدميها، خاصه الا كان معك البلاستيك بالخف يعاونك. خدميها بشويه هكا، بلعيها كاع الاطراف، ولا كان عندك عجين زايد قلعيه، كان عندك عجين قليل زيدي وخدميها وسوي لها السطح تاعها. وها هي واجده. نولو الاولى ليه في الطاجين، نطيبها بالجناب ونطيب الثانيه، وهكا تهنيت وتكملت الحشا تاع السيلياكيه. شوفوا كي جو ما شاء الله، ما يتفتوا ما يتحدوا، يجوا روعه. طيبيهم الجوانب وطيبيهم مليح. ولا عندك خيبيا عفوا هذيك البانينيز، ديريها في لابانينيز ثاني تجيك ما شاء الله. نوري لكم الداخل، شوفوا القرمشه اللي راهي كراكم تسمعوا فيها مقرمشين ويجوا شادين رواحهم ويجوا ما شاء الله. وصفة سهلة اقتصادية، بأي حشو تنجمي تخدميه بها وانتيا كما نقولوا حنايا فرحتي روحك ولا فرحتي أي إنسان سيدياكي معك في الدار. ما تنسوش تشاركونا بالدعم ودعوة الخير، وآخر كلام سلام.